شهر ما نزلتش طلبات طبعا. وعايزين تعرفوا سبت الشغل ليه؟ تابعوا معايا للنهاية بقى. رد كمان على شوية أسئلة اللي انتوا بتسألوها لي دايما في الكومنتات. احنا كده يعتبر خلصنا 90% من الشغل في المطار. والمطار نروح بقى على أي قهوة نفطر ونشرب قهوة ونرجع نكمل. على ظهر عربية عبد الناصر. واخيرا خلصنا شغلنا في المقر وجينا هنا لشغلنا الجديد. طب ايه شغلي الجديد وانا سبت طلبات ليه؟ بص، هو ده اولا، ده المحل بتاعنا انا واقف فيه. وسبت طلبات مش عشان عيب في طلبات، لا. القصة كلها ان انا العدد معايا اللي شغال معايا طلبات زاد، وبيبقى محتاج متابعة اكتر، وبقيت بروح الشركة كتير. فانا مش قادر اوفق ما بين ده كله، فانا قلت انا اقعد في المحل بتاعنا جنبيا اللاب اهو، بخلص شغلي من عليه، وبرد على الرسائل بتاع الواتساب، وبخلص شغلي وانا قاعد هنا. يعني واسمي برضو ايه، شغال برضو. وعشان انا مثلا ان انا ارجع اشتغل مندوب تاني واعرف اعمل ده كله وانا شغال مندوب، فالوضع بالنسبه لي مرهق وصعب جدا. فده بالنسبه لشغل طلبات. ممكن يعني انا الايميل بتاعي لسه موجود، ومعايا مكنه ومعايا عجله، فانا ممكن يعني مثلا ايه، ننزل كل 3 4 ايام ننزل ساعتين 3 نصور لكم كده. انما انا اعتمد عليه كشغل ودخل اساسي، لا الموضوع صعب يعني بالنسبه لي، انا مرهق جدا. نيجي بقى للاسئله اللي انتوا سالتوها لي في الكومنتات. ومن اهم الاسئله، ايه موضوع وصل الامانه اللي احنا بنمضي عليه؟ بص، انت لما بتنزل تشتغل في طلبات، الاوردرات اللي انت بتوصلها بيبقى معاك فلوسها. فانت بيبقى معاك فلوس يعني ايه، فلوس الشركه. ففي ناس بقى ولاد حلال بقى بياخدوا الفلوس دي ويروح قافل تليفونه، وما تعرفش عنه حاجه تاني، ويقبل الفلوس دي. مين اللي بيشيل بقى؟ المشرف اللي مشغله. انا بشوف مشرفين شايله ب20,000، يعني تبقى فلوس عليها وبتدفعها. فعشان ده كله اي مندوب بينزل جديد بيمضي على وصل امانه. الوصل امانه ده من 20 ل30,000. طب هو المندوب ده ما عملش اي مشاكل ومعلوش اي فلوس وعايز يمشي، بيصفي دنيته وبياخد الوصل بتاعه وبيمشي عادي، دي ما فيهاش مشاكل. ده بالنسبه للوصل. بالنسبه بقى للناس اللي معاها شغلانه تانية وعايزه تنزل تشتغل طلبات 6 ساعات او 5 ساعات، بص ده بيبقى بالاتفاق بينك وبين المكتب او بين المشرف اللي انت هتنزل معاه. انت بتتفق معاه اول ما تكلمه، يا فلان انا معايا شغل تاني، انا هقدر اديك، انا هنزل لك كذا، مثلا كل يوم 5 ساعات 6 ساعات، انا دي استطاعتي. انت بتبقى معرفه من قبل ما تنزل. بس في ناس بتوافق بكده وفي ناس لا، بس معظم الناس بتوافق. وانا من الناس يعني اللي انا بمشيها، الناس اللي بتنزل تشتغل معايا وكده عادي بمشيها لهم. اللي بيبقى معايا شغلانه تانية بيقول لي انا مقدرتي يعني 5 6 ساعات في اليوم، بمشي له الدنيا. وفي ناس بتشتغل 4 ساعات بس، يعني بتبقى ايه، بنحاول، هي بتبقى صعبة بس احنا بنحاول ايه نظبطها له، لان الشركة بتبقى طالبة من كل مندوب يعني عدد ساعات معين في الاسبوع يعمله. طيب، بالنسبة يعني رأيي انا في الشغلانة، عشان الناس بتقولي طب انت ايه رأيك؟ بص، هي الشغلانة دي فيها ميزة وعيب. ميزة ان انت محدش متحكم فيك، ولا حد بيقولك اعمل ولا ودي ولا سوي، انت بتشغل نفسك. في ناس بتعرف تعمل كده، يعني في ناس مسؤولياتها او مثلا بيبقى عندها عايزة تعمل حاجة، الحاجات دي بتحركها بتخليها تشتغل وتنتج كل يوم. في ناس لما محدش بيضغط عليها او بيزن عليها يقول لها اشتغلي فبتريح، فبينزل يشتغل ساعتين 3 في اليوم ويرجع يقول لك ده ايه، الدنيا خربانه معايا، ده طلبات ما فيهاش فلوس. اما في ناس بقى مسؤوليات اللي عليها والضغوطات اللي عليها بتحركها وبتخليها تشتغل وتنتج اكتر، ودي ناس بتعمل فلوس حلوه في طلبات وبتعمل ارقام. دي زيها زي اي مكان تاني، يعني حتى شغل حتى لو خاص، تلاقي حد بيشتغل من نفسه وعايز يحافظ على مكان اكل عيشه ويترقى وكده. وفي ناس ايه، تلاقي ايه مكسله وبيجي عليه الوقت ايه، تقول له خلاص ما مالكش شغل عندي. بالنسبه بقى للورق المطلوب، عشان ابقى لخصت عليكم كل الدنيا. لو انت معاك مكنه، الرخص بتاعتك وبتاعت المكنه وصوره البطاقه والشروط وصوره سيلفي تبعتهم، وبتقولي مثلا انا عايز انزل المنطقه الفلانيه.
لو انت معاك عجله، صوره البطاقه وش وظهر وصوره سيلفي، بس صوره سيلفي بالموبايل كده، عشان الناس بتخش على يعني كتر الرسائل على الواتساب يعني بتعطلنا، بتخلينا يعني ما اعرفش ارد على عدد اكبر، على عدد اكبر من الرسائل. فانا بختصر لك ايه معظم الاسئله هنا، عشان انت لما تيجي تكلمني على الواتساب تكون جاهز وايه، وما تاخد يعني كتر الرسائل دي ممكن تضيع فرصه على زميلك مثلا ما اعرفش ارد عليه، ويكون هو عايز يشتغل ويكون هو محتاج الشغل ده. اخر نقطتين بقى هتكلم فيهم وانا عايز اتكلم فيهم من زمان. اول نقطه، اي شغل انت نازله لازم يكون عندك هدف او حاجه تحركك تخليك تعمل حاجه، مثلا على الاقل يكون عندك هدف قريب المدى انت شغال عليه حاليا، وهدف بعيد يعني حاجه انت عايز توصل لها بعدين. دي اول نقطه. تاني نقطه، بالنسبه للناس اللي بتتكلم بتقول الناس اللي بتنزل جديده وبقى الشغل مريح، بص هو اللي نزل ده اولا ربنا كاتب له رزقه، ما بياخدش من رزقك. ثانيا انت في يوم من الايام كنت نازل جديد على ناس قديمه. انا واحد شغال بقاله 4 سنين ونزلت على بعديه ناس كتير، زي ما انت نزلت واحنا رحبنا بيك، اللي نزل بقاله سنه واللي نزل بقاله سنتين واللي نزل بقاله 3 سنين، واحنا رحبنا بيك ما قلنالكش انت نازل تاخد رزقنا او تقطعنا في رزقنا. انت كمان اللي نازل جديد ده ربنا كاتب له رزقه، مش هيقلل من رزقك. لو مليون واحد اشتغل في طلبات، انت رزقك كده كده مكتوب لك تاخده. اللي نازل جديد ده مش نازل ياخد رزق. وافتكر ان انت في يوم من الايام كنت نازل جديد على ناس قديمه، والناس القديمه ما قالتلكش انت نازل تقطعنا في رزقنا، واحنا بقالنا كذا شغالين في طلبات ولازم الشركه توقف تعيينات. انت فاهم انا بقول ايه؟ وصل لك اللي انا بقوله؟ عشان انا بشوف كلام كتير على الجروبات بيقول لك لا والمشرفين وبينزلوا تعيينات. انت مالك ومال التعيينات؟ يعني انا عايز افهم النقطه دي. ما اللي ينزل ينزل. بعدين المشرف اللي انت بتشتمه ده ما هو سبب في رزقك، هو اللي جابك وهو اللي نزلك وهو اللي علمك تشتغل ازاي. بس ده نهاية الفيديو. استنونا بقى في فيديوهات جاية. احتمال يعني الفترة الجاية ان انا ممكن انزل اصور لكم ساعتين 3 كل يوم كده، مش كل يوم يعني، كل يومين 3 ايه، احاول انزل اصور ساعتين 3، وممكن نطور من المحتوى، نروح اماكن جديدة وكده واستنوا كل جديد ان شاء الله.